هنتكلم النهاردة عن الاريز. في السي بلس بلس الاري هو داتا ستراكشر بتستعمل عشان تخزن قيم كتير من نفس الداتا تايب وفي مكان متسلسل ورا بعضه في الميموري. هتقولي ما فهمتش حاجة، هقولك خلينا اديلك مثل. تعال نشوف الأول الاري ديكلاريشن. قلتلك قبل كده ديكلاريشن يعني أنا بعرف الحاجة. الديكلاريشن بيبقى كالآتي: داتا تايب، بعد كده الاري نيم، بعد كده حجم الاري في القوسين وبيبقى بالشكل ده. خد مثل انتجر ماريو اوف 5. انا كده عرفت array الداتا تايب بتاعته انتجر اسمه ماريو، الحجم بتاعه 5. هيبقى شكله في الميموري كده: array 5 اماكن ورا بعض، بيبدأ من الاندكس 0 وينتهي للاندكس 4. هتقولي ايه الاندكس ده؟ هقولك الاندكس ده ازاي اكسس فاليو في الاري. هتقولي طب انا كده اديته فاليو؟ هقولك لا، انا كده عملت له ديكلاريشن يعني عرفته بس. تعالى بقى اوريك ازاي ادي قيم او اعمل له initialization. ازاي بقى initialize الاريز بvalues في C++، او ان انا بقى اديها value. الديكلاريشن هو التعريف، الانيشاليزيشن ان انا ادي قيم. الكلام ده نفس الكلام في الكورس اللي فات C++، او الجزء لازم تشوفه وما تغيرش، بينطبق على الفاريبلز، بينطبق على الاريز، بينطبق حتى على الداتا ستراكشر قدام. خلينا ندي اول مثل. انا هعرف array دبل مينا اوف 6. هتقولي دبل؟ هقولك انا ممكن ادي للاري اي داتا تايب انا عايزها، والداتا تايبس خدناها في الكورس اللي فات. طيب الاري ده هديله القيم بالشكل اللي قدامك ده، فكده الاري بقت القيم بتاعته 1.1 3.2 5.4 عشان ده دبل فبيقبل، و 7.3 و 9.1 و 10. هتقولي طيب، اقولك بص يا سيدي، دول كده انا باكسس اول قيمتين في الاري. مينا اوف 0 بتساوي اول قيمة، ومينا اوف 1 بتساوي تاني قيمة. لو انا طبعت الكلام ده وعملت له سي اوت هيطلع لي القيم دي. طب كتمرين ليك انت، عايزك تقولي مينا اوف 2 ومينا اوف 3 ومينا اوف 4 ومينا اوف 5. تعالى ندي طريقة initialization تانية، ان انا initialize array بvalues من غير الحجم بتاعه في السي بلس بلس. لو انا كتبت integer هنا وما حطيتش السايز 1 3 5 7 9 سيمي كولوم، خلي بالك انا ما حطيتش الحجم، بس هو عرف لان انا حطيت القيم، والقيم عندي 5. طبعا انا دلوقتي برضو عايزك تأكسس هنا اوف 0 وهنا اوف 1 وهنا اوف 2 وتقولي بكام. عشان اسهلها عليك، اخر قيمتين 7 و9، فهنا اوف 3 ب7 وهنا اوف 4 ب9. دي كده تاني طريقة للinitialization. تالت طريقة عندي ان انا اعرف الاري بعد الديكلاريشن باللوب. تقولي نعم؟ هقولك ايوه. هعمل array عادي خالص، بعد كده امشي بفور لوب اعرف الاري. ممكن احط قيمة، ممكن احط حاجة ليها علاقة باللوب، احط القيمة اللي انا عايزها عادي جدا. رابع طريقة وهي الاخيرة، ان انا initialize array بزيرو في السي بلس بلس. انا كده قلت لك تقريبا معظم طرق تعريف الاري، وممكن طبعا انت تعمل طريقة كرييتيف اكتر واحسن من كده، مفيش حجر على الافكار. تعالوا بقى نشوف في الكود الكلام ده نكتبه ازاي وهنستفيد منه في ايه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نبدأ مع بعض جزء الكودينج. انتجر ار في 5 مثلا، ممكن اقول 1 2 3 4 5 وسيمي كولوم وسي اوت ار اوف 0 مثلا. يعني شوف ماذا سيحدث لو جيت طبعت ار اوف 0 واعمل رن لطيف كده، هيطبع لي ار اوف 0 ب1. تمام، يعني ده حاجة بسيطة. دوست على انسيرت، ماشي. الهدف من الاري بقى، يعني ده اكتر هدف هتلاقيه مستخدم حتى في البرمجة، ان انا لو عندي مثلا حجم كبير جدا يعني ار اوف 1000، مش منطقي ابدا ان انا ادخل يعني ايه سوري اقعد اعرف 1000 variable. يعني تخيل كده لو انا هاجي عندي 1000 variable او 1000 مثلا list من الموظفين. تخيل ان انا اقول انتجر احمد مثلا اول موظف، انتجر ماريو تاني موظف،
انتجار عالي وابدا اتعامل معاهم. لا، انا عندي اري واحد او لستة شايله اسامي الموظفين دول اللي هم عددهم ممكن اخليه 1000، ممكن اخليه اللي انا عايزه عادي جدا. خلي بالك في هنا ليميت. الليميت ده بيتحدد بايه بقى؟ بالميموري. حلو، مش منطقي ان انا احط رقم كبير جدا، بس لغايه 10 اس 6 تمام. 10 اس 6 يعني حوالي مليون، فانت تمام جدا لغايه 10 اس 6 على الماشين دي. وهقول لك برضو ازاي تحسب الميموري طول ما احنا شغالين. تعال ندي امثله تانية. مثلا فور لوب، لو انا بقى عايز اعرف array في 5 بس اعمل له input، يعني مثلا integer array في 5، انا هدخله الاول الاي للخمسة كده، بمشي على الاندسيز بتاعته واقول cn array of i. يعني ايه cn؟ اعمل الانبوت. فاكرين الانبوت خدناه قبل كده الكورس الاولاني في سي بلس بلس، ارجوكوا تابعوه مهم. طيب اي انتجر i equal 0 من i ل5 i بلس بلس c out array of i وend line. يعني انا كده هدخل array واعرضه عادي جدا. نحط الارقام اللي احنا عايزينها، مثلا نقول 4 3 2 1 0 بالظبط. طبعهم اللي تحت بعض 4 3 2 1 0 اللي تبعهم تحت بعض عشان انا كاتب end line. طبعا لو انا عايز اطبعهم جنب بعض هروح شايل دي كده، هعمل كده. التريكات تافهة ملهاش لازمة قوي، بس يعني بما اننا بنكود بس يعني. وكده يعتبر جزء الكودينج انتهى. ما تنساش تراجع الجزء الاول، هحطه في الاند سكرين في الفيديو ده على اليوتيوب. الجزء الاول من سي بلس بلس او الكورس الاول من سي بلس بلس مهم جدا 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 عشان بكمل عليه. اخيرا بقى، ما تنساش تعمل سبسكرايب في قناتنا على اليوتيوب، وكمان ما تنساش ان انا اعمل لك موقع باسم مستر الجوريزمس، هتلاقي عليه المحتوى كله، ممكن تخش تلاقي عليه الترتيب وتشوف الفيديوهات ازاي. كمان في صفحة على الفيسبوك لينا، وكمان في جروب لحل المسائل، وكمان عندي على التيك توك بنزل كل الشورتس اللي بتنزل على اليوتيوب والفيسبوك، وممكن انزل محتوى جديد قدام. وفي قناة تانية انا عاملها ليها علاقة بالجيمنج موجودة. ده كده وجودي على كل المنصات تقريبا، وسهل جدا تواصل معايا عن اي واحدة منهم، حتى اليوتيوب برد عليه. وشكرا لدعمك وتشجيعك، وابتسم واستمتع بالفيديوهات. سلام.